السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة صحيت بدري وحبيت ان انتوا تشاركوني الفلوج الجميل ده، واتمنى ان هو يعجبكم. صحيت بدري وقلت اروح سوق الخميس وركبت الميكروباص. انا كنت متخيلة ان انا بس اللي صحيت بدري، لكن اكتشفت لا، ده الناس كلها كانوا صاحيين بدري زي ما انتوا شايفين كده. انا اكتشفت كنز يا جماعة. الاسواق المصرية دي فيها حاجات بصراحة تحف. شفت الحاجات القديمة والحاجات الجديدة، كل حاجة من الابرة للصاروخ تلاقيها موجودة فيها. زي ما انتوا شايفين كده، دي بلاستيكات وحاجات للمطبخ، بس دي من الحاجات الجديدة مش استعمال. وشفت ملابس كمان استعمال قديم، في حاجات استعمال بسيط ليها، وفي حاجات استعمال برضو مستهلك. كل حاجة هتلاقوها هناك يا جماعة، من الإبرة للصاروخ. أنا قعدت إن أنا أتمشى واتفرجت على الحاجات اللي موجودة هناك. كل حاجة موجودة هناك، حتى الأكلات. في أكلات كمان غريبة ممكن تلاقوها موجودة هناك، وساعات وغير الملابس، وحتى الفراخ لقيتها بتتباع هناك. تقدري ان انت تلفي وتشوفي، ممكن تلاقي حاجة انت محتاجاها في بيتك ان انت تجيبيها. بس بصراحة يعني موضوع الاكل بس هو اللي ما بفضلش ان انا اجيبه الا لما يكون من مكان مضمون يعني، او محل او كده. لكن اي حاجة تانية ممكن ان انتي تلاقيها موجودة في وسط الحاجات دي. وبعدين في ظل الاسعار العالية اللي احنا بقينا فيها، فطبعا بتبقى الاسواق دي فيها حاجات احنا بنبقى محتاجينها، وبتبقى باسعار اقل ما بتجيبيها من بره. كل حاجة متوفرة هناك زي ما انت شايفة كده معايا. انا شفت كل حاجة يا جماعة، كل حاجة واحتياجاتنا للبيت موجودة ومتوفرة هناك. والاكلات اللي هي برضو ان انتي ما تلاقيهاش، ممكن ان انتي تلاقي انواع فاكهة زي ما انت شايفة كده. انا شفت انواع فاكهة غريبة كانت موجودة هناك. ما تنسوش عمل لايك وشير للفيديو علشان خاطر نفيد غيرنا بالفيديوهات اللي زي دي، ونتعرف على الاسواق بتاعتنا الجميلة، الاسواق المصرية. ممكن برضو تصحي بدري وتنزلي تتفرجي. هو بيبقى يوم في الاسبوع، يوم الخميس. السوق ده زي ما انت شايفة كده، حتى الفراخ ما شاء الله كانت موجودة هناك وبيبيعوها. السوق ده بيبقى واخد من اول الكابلات لغاية المطرية، شارع الكابلات كله لغاية المطرية. بيبقى كل ده هتلاقوا فرشين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وشفت الصواني والحلل والاطباق الصيني والبورسلين، وكل حاجة هتلاقوها، والكوبايات الازاز وكل حاجة يا جماعة، وشوك ومعالق وساعات وحاجات كتير جدا هتلاقيها. امشي واتفرجي ولفي، والأقمشة والستاير، كل حاجة انت متخيلاها هتلاقيها موجودة في الاسواق دي. وهنا العجل بتاع الأطفال. يعني اي حاجة ناقصاكي في بيتك او انت محتاجاها ممكن تنزلي وتشتريها وتشوفيها برضو وتتفرجي. انا هنزل لكم فيديو تاني برضو تكملة الفيديو ده. وما تنسوش تتابعوني دايما وتعملوا لايك للصفحة يا جماعة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.